ابراهيم مازا راح يلعب الماتش تاع غينيا الاستوائيه تحت انظار كشافي نادي برشلونه. هذا الخبر نشرته صحيفه موندو ديبورتيفو كاتالونيا المقربه من نادي برشلونه، واحده من اكبر المفاجات بالنسبه لهذا اللاعب الشاب والجوده الفنيه تاعو. هنا تتاكد باللي الكلام اللي قالوا ناغلسمان مدرب المنتخب الالماني، واش راهي تقول ايضا الصحافه العالميه والالمانيه على ابراهيم مازا، وانه جوهره والمانيا خسرت لاعب ممتاز وموهبه من افضل المواهب سواء في الدوري الالماني ولا في اوروبا، ماشي كلام فارغ. هذه المتابعه وهذا الاهتمام من نادي برشلونه بابراهيم مازا ما جاش من فراغ. لو كان ما شافوش موهبه ويستحق تقديم الاضافه وحتى اللاعب في نادي برشلونه ما يبعثوش للمغرب انه يشوفوا في مباراه غينيا الاستوائيه. وهذا الاهتمام من برشلونه ليس الوحيد، حتى باريس سان جيرمان وارسنال حسب عديد التقارير الصحفيه قال لك بلي راهم مهتمين بابراهيم مازا وراهم يتابعوا فيه عن كثب تحسبا لضمه. ان شاء الله برك بيتكوفيتش في الماتش الجاي كونتر غينيا الاستوائيه، بما انه قال راح يجري الكثير من التغييرات، يحطه في الدكه. ماذا بينا يحطه في التشكيله الاساسيه يلعب يزيد يبان اكثر، بالك ماركي بالك ما باليش انا يدير مستوى متميز هكذا. اما بالك نشوفوا اول مره في تاريخ كره القدم الجزائريه نشوفوا لاعب جزائري يلعب في نادي عريق مثل برشلونه وحتى ريال مدريد. حظ موفق لهذا الشاب وان شاء الله يروح بعيد في المسيره ديالو.